اسلوبي ان انا بنصحهم، بفهمهم ان انت في ديب شيت يعني. ده اسلوب. انا فعلا برضه ما بكرهش المسيح يعني، كان بني ادم انا ما بكرهش، لكن الديانه نفسها انا بكره دين ابوه من الاخر يعني كده. وعندي يعني من العقل والحكمه ان نفصل بين الشخص نفسه وبين الدين. يعني مش مثلا يبقى انا مسيحي انت عايز انا عايز اقتل، لا. وليا ناس اعرفها مسيحيين وبتاع عادي يعني ما طب احنا ممكن يا عمرو نشوفك في يوم عملت قناة مثلا على اليوتيوب لانتقاد المسيحية بس. لا. اصل بقى انتقاد المسيحيه بقى انها عبره الكتاب المقدس وايه افسره بقى وايه وسفر سفر واشعيا ومشاعيا وحزقيال وبسقيال والفيلم الوسخ ده دماغي. ما كنت عملتها مع القران يعني، ما انت فاهم. لا سوري، ما يعني ما فيش وقت. وهنا نقطه برضو بالنسبه للاسلام يعني، وما فعله اولاد الاحبه اللي هم الجماعات الزفت دي زي الاخوان اديك مثلا اكبر مثال، وكلامها يبدو غريب يعني بالنسبه لنا، اقول لك ازاي يطلع منه. شويه الجرابيع اللي هم الجماعات الاسلاميه بالذات، اللي هي الجماعه الاسلاميه والجهاد والوساخه دي كلها، انت مثلا تسمع عن، انت ايه دايما العمده او الاراء اللي هم دايما بيقولوها بيستندوها منين؟ ابن تيميه. ماشي. امم. ودايما مثلا ايه الاستشهاد بايه؟ اللي هي فتوى التطرس. لما ابن الاحبه منهم يروح يحط لي قنبله مثلا في المدرسه، ولا يعمل مصايب اللي اولاد الشرموطه اللي بيعملوها دي، فايه يا عم ده الموضوع ده على فتوى التطرس ابن تيميه. ابن تيميه نفسه اصبح رجل سيء السمعه. الناس ما اي حد يقول لك ابن تيميه ده متطرف وابن تيميه ده ابن دين كلب وبتاع، ايه اصبح رجل سيء السمعه على يد شويه الجرابيع واولاد الاحبه دول. طيب سيبك بقى من القصه دي. همسك لك انا مثلا في فتوى التطرس. فعلا في فتوى اسمها فتوى التطرس لابن تيميه، وليها سند. هو ابن تيميه بقى بالتاصيل الشرعي والاوانطه والحاجات الجميله دي، لكن سيبك من التاصيل الشرعي ده. فتوى التطرس، سيبك من كلمه فتوى وخدها انها راي بتاع التطرس. يقول لك ان الموضوع ببساطه ان الاعداء بيحطوا المسلمين في الصفوف الاولى عشان لما تبتدي الحرب لو انت ضربت فالمسلمين اللي هيموتوا. فهو افتى انك انت ممكن تضرب عشان على اساس انك انت ما تخسرش الحرب او ما تخسرش المعركه، وبقى المسلمين دول يموتوا يقول لك يبعثوا على نياتهم، بس ايه انت ضرر اخف من ضرر بهذا المنطق. هل الراي ده غلط؟ يعني انت اسال اي واحد عسكري قائد عسكري، هل الراي ده غلط؟ لا. الراي ده صحيح. لكن ولاد الاحبه الجرابيع خدوا الفيلم ده عملوه في قصه تانية خالص، واصبح بقى يروح يعمل لي قنبله يفجر لي بتاع ده. ايه يا عم التطرف؟ اصبح ابن تيميه رجل سيء السمعه. الحقيقه، الحقيقه يعني وغريبه زي ما اقول لك، غريبه انها هتقول لك طيب زي يقول كلام زي ده. ابن تيميه ده فحل من الفحول. يعني مش عيل تافه ببرابير في بير السلم بيهرتل. لا بالفعل يعني، بصراحه يعني، ما في ناس مثلا طلعت في الاعلام اتكلمت وابن تيميه وقال مش عارف بدون ذكر بقى اسماء، انتقدوا ابن تيميه صح. انا دايما اضحك بسبب الموضوع ده، بس طبعا يعني ما احبش اقولها، بس خلاص بقى اقولها. انا بتخيل ان لو ابن تيميه دخل عليهم الاستوديو ولقى الراجل وات ايفر اسمه ايه بيشتم او بينتقد ابن تيميه، فانا متخيل رد فعل ابن تيميه. انت عارف ايه اللي هو هيرفض النقاش. إيه؟ اول حاجه هيقول لك الراجل اللي بينتقدني ده لا يجيد التحدث باللغه العربيه السليمه، لغته غير سليمه، لغته بها عجمه، لا يجيد تكوين جمله نحويه سليمه نحويا بصرف النظر بقى كمان عن النطق. فواحد زي ابن تيميه مش هيقعد يتكلم مع ده بالامانه يعني، مع كلامك بمنتهى الصراحه. ابن تيميه ده فحل يعني، مش يعني مثلا انا لا ارى مثلا في الديانه المسيحيه واحد زي ابن تيميه. بصرف النظر اتفقت او اختلفت، فهو مش عيل في بير السيل يعني. انت واخد بال سعادتك معايا؟ مش يعني اللي هو تقعد تنطط عليك كلمتين، لا مش هو الشخص ده. الحقيقه انا يعني طب
هتقول انت بتقول الكلام ده. انا بصراحه مثلا لو ابن تيميه داخل عليا الاوضه دلوقتي هعمل ايه؟ اقول له بس اسمع، اهدى وصلي على النبي واسمع كده. انت يا عم كنت في زمن ومت، وبعد الزمن ده حصل قرون عدت، القرون دي حصل فيها حاجات كتيره جدا انت غير مدرك ليه. انا يا عم ما بقولش انك انت شخص سيء ولا ابن احبه ولا حاجه، بس انت مش مدرك لكل التغيرات اللي حصلت بعد كده. فانت لو سمحت يعني ايه، الصوره عندك مش كامله يعني. فحاول انك تلم باللي حصل في الكام قرن اللي عدوا بعد ما مت سعادتك، وبعدين نتكلم شوف رايك ايه. قبل كده ما يعني يبقى انت الصوره عندك مش كامله. انما وادي في يعني هؤلاء البهايم والجرابيع هم اللي فعلا يقول لك اساءوا الاسلام، فهم فعلا اساءوا الاسلام. الاسلام يعني في ناس برضه اقول لك الامر يبدو، في ناس لو قيمتهم تقييم عادل وحقيقي لا هم فحول. وزي ما بقول لك كده حاجه اللي زي المسيحيه تفتقد لناس زي دول. يعني واحد الشافعي، الشافعي ده لوحده يعني الشافعي ده لو قيم علمانيا ده حاجه مثلا ايه، اعظم فقيه دستوري في التاريخ. لان هذا الرجل وضع يعني، ما هو انت فاهم مثلا ايه، انت عايز تستخرج حكم شرعي، ما هو السند بتاعه هو الدين، القران والسنه. بس مش معنى كده تقعد تفلي في دماغك وتطلع احكام زي ما انت ازاي بقى تطلع الحكم ما يسمى التأصيل الشرعي او في اللي هو يعني ايه اصول الفقه، علم اصول الفقه، كيفيه ايه الادله او كيف ستستخرج حكم شرعي من ايه او من حديث وتطبقها. هو ده هو وضع المنهج. الشافعي وضع هذا المنهج. بس هو معتمد على شيء انت مختلف معاه، بس هو وضع منهج لاستخراج الاحكام. فده بعرفنا اليوم ده يعتبر فقيه دستوري من العيار الثقيل يعني. بس عشان بقى الايه شويه الجرابيع برضو اساءوا الناس دي ما كانتش بهايم، بس هو ده اللي كان موجود في عصرهم، هو ده الامر اللي موجود في زمانهم. جه بقى شويه الجرابيع، اخوان على زفت على سيد كفته على جماعه اسلاميه بتاع المشهد اللي انت شايفه النهارده هو مشهد بعيد تماما. الناس دي كان ممكن تلقى تقدير حتى على المستوى العلماني، الناس دي تلقى تقدير حقيقي. لكن النهارده بسبب الكارثه شويه البهايم اصبح مين بقى اللي في يعني انا بكلمك الشافعي وابن تيميه وبتاع، اصبح مين اللي موجود؟ لا كشك. كشك هو يعني. وانا ما بهولش من لما اقول لك بتهول وكشك ده مجرد خطيب، لا. انت لو سمعت مثلا الاعترافات وفاكر اللي اسمه عبد الله بدر اللي هو بتاع مجنون الهام شاهين، والبتاع الواد التاني اللي اسمه هتقولي راجل مش فاكر كان اسمه ايه، وحتى الحيواني كانوا بيروحوا هم نفسهم في كلامهم يقول لك كنا بنروح نحضر خطب كشك. المضحك في الموضوع ان كشك حتى على المستوى الشرعي مهرج. يعني معظم الاحاديث اللي كان بيقولها كشك احاديث موضوعه ضعيفه، بس بقى الهاله اللي عاملها وبتاع، ومحدش بيقول الحته دي. كان بيقعد يهبل كتير واحاديث مضروبه وبتاع والاونطه اللي بيعملها، بس اصبح هو عمده هذا الزمان هو كشك. فالمشهد بقى المشهد اللي انت شايفه حتى يعني ما فيش بقى وقت حتى للمجامله، اجامل لك ابن تيميه ولا الشافعي، لا ما في الحرب اللي احنا فيها، لا بقى شيل الشيله كلها على بعض، مش ناقصين وجع دماغ دلوقتي بسبب الفرق اللي هم عملوه. يمكن اللي طلع واتكلم بشكل يعني قريب جدا من الشكل اللي انت بتقوله ده، وحاول يعني يوضح النقطه دي كده سريعا، كان الدكتور يوسف زيدان. وانا افتكر هو قال حاجه شبيهه بكده، اتكلم على ابن تيميه بطريقه ما، وقال ان هو يعني تناوله بالصياغه او بالطريقه اللي انت بتحاول توصلها دي او تقربها دي. ابن زمن، هو ابن زمن، وما كانش شخص عادي يعني، مش كشك يعني، مش قاعد في بير السلم، لا كان شخص فعلا ليه رأي ومفكر. اتفقت او اختلفت معاه ده قصة تانية، بس رأي فعلا معتبر، بيحاول حتى الاستناد الى أدلة عقلية. ده حوار بقى دخل في حوار عقلي، ممكن تنتقد تختلف، بس الآن مش مجرد المسيح يحبك، لا الراجل ده بيتكلم في منطق
في مقدمه وفي نتيجه، وممكن تختلف تتفق، بس اصبح حوار في منطق، وشخص مش عادي، مش سهل، ومش عيل ببرابير يجي ينتقده. وبرضه شويه الجرابيع اللي بيستندوا ليه هم فعلا جعلوا منه رجل سيء السمعه، وده غير حقيقي. اصبح ايه، امام الدم ومفتي الارهاب ومش عارف ايه. هو لا، الامر ما كانش كده. هم اللي صنعوا منه هذا. شويه الجرابيع دول عاصم عبد الماجد وكرم زهدي ونجح ابراهيم والكلاب الاخوان والزباله دي كلها، هم اللي صنعوا هذا. لكن الحقيقه مختلفه. رجل ممكن تعتبره يعني مفكر في عصره بهذا الحجم. زي ما بنبص مثلا على المصريين القدماء، مثلا الكهنه بتوع المصريين القدماء والناس اللي كانت بتنظر وبتعمل للملك كل عصر وله رجاله وله مفكرينه، وما تقدرش يعني هو كان من هذا العيار، هو رجل من العيار الثقيل. طيب عمرو، الحته دي مهمه قوي بقى. تقدر تقول يا عمرو ان التيار العلماني كله، والتيار اللي هو بيحاول يعني يطلعنا من الاصوليه ويدخلنا في عصر العلمانيه والقبول الاخر وكل ده، نقدر نقول ان التيار ده كله كده مش مبني صح، وان هو عشان يقدر يكون متواجد لازم يرجع يدرس الكلام ده كويس، او ينتقد الكلام القديم ده بشكل موضوعي، او يقدر حتى هو فكريا يواجه الكلام ده على المستوى الفكري، بدل ما هي عباره عن اتهامات بالارهاب واتهامات بالدم زي ما انت انا زي ما بقول لك. سؤال يا عم. انا زي ما بقول لك، لما كنت بتكلم على الكنيسه والمسيحيين، لما بقول لك المسلمين قال بيعبدوا محمد وبتاع، فبقول له يا حمار، انت بتتكلم لما تتكلم على حاجه يجب انك تكون فاهمها قبل ما تتكلم عليها. يعني انت فاهم انا عايز اقول لك ايه. فهو بالظبط بقى بالنسبه للي بينتقد، مثلا زي اللي بينتقد ابن تيميه او بينتقد اي واحد من الناس دي. انا يعني هقول لك انا حاجه، مثلا انا احد يعني لو قلت لي ايه اهم انتقاداتك على السيسي، هقول لك اهم وجايز هو الانتقاد الوحيد، اللغه اللي بيستخدمها. انا من وجهه نظري ان رئيس الدوله يجب ان يتحدث لغه عربيه سليمه. ده واجب من واجبات رئيس الدوله ان يفعل هذا. ده السيسي مقصر من ناحيه في هذه الناحيه. جايز العذر ليه او كده ان اولا بتوع الجيش ما بيهتموش قوي بموضوع اللغه، رغم انا من وجهه نظري ان هو موضوع مهم. تاني حاجه ان هو بيحاول يتباسط مع الناس، او يعني يتكلم باللغه اللي هي الايه المواطن البسيط. ده بس انا من وجهه نظري ان شيء مهم من رئيس الدوله يتحدث لغه عربيه سليمه. نيجي بقى للموضوع الثاني. فعلا وللاسف الشديد معظم الناس اللي بتتكلم وبتنتقد في بقى ابن تيميه ده مش عارف احمد بن حنبل مش عارف ايه، الدخول في هذا الامر. انت عندما تدخل في هذا الاطار يجب انك انت اول حاجه اولا فعلا انك تتحدث لغه عربيه سليمه. مش ممكن يعني تخوض في هذا الامر بدون يعني ان تكون يعني لك سيطره متمكن في اللغه. ده نقطه. تاني نقطه انك انت تكون بالفعل دارس بعمق ما تتحدث عنه، وده غير موجود بصراحه. يعني هديك مثال. اي واحد من اللي بيطلع ينتقد الناس دي لو وقف قدام الحيوان هيهزقه. مش لان الحيوان عبقري، الحيوان ملم بالماده اللي هو بيتكلم فيها. هو دارس الامر وملم بيه وعارف مداخله ومخارجه. انت لازم تكون بنفس المستوى، عارف المدخل والمخرج وايه. يعني انت مثلا بتوجه اتهام معين لحديث في البخاري، قبل ما يبقى متوجه هذا الاتهام وتعلنه، هم نفسهم ليهم ردود على الاتهام ده. لازم انت تكون دارسها وليك ليك عارف الرد على الرد. يعني انت فاهم، وبحيث انك في النهايه بالعربي تزنق اللي بيكلمك بحق، مش بغوغائيه وبزعيق. ده غير متوفر. هو زي ما تقول ايه اقتطاع اجزاء والحديث عنها، زي ما تقول الارهاب ومن العنف والدم ومش عارف ايه، لكن ما تحسش ان فعلا في حد دارس بعمق. دي مشكله خطيره. انت عايز تنتقد شيء لازم تدرسه بعمق. ده على المستوى الفكري. خلي بالك
لكن من حقك لما يكون في احداث بقى، مش مثلا ايه انت عمال تعمل لي تفجيرات في الشوارع وبتاع، يقول لك طب استنى بقى اروح اخد لك دكتوراه في علم الحديث الاول وبعدين اعيش 20 سنه في اصول الفقه وبعدين اجي لا، احنا في ايه موقف لا طوارئ، فيجب الايه الهجوم، اللي هو يعني ايه اطلق النار اولا وبعد كده اسال ما تريد من اسئله. فالموقف فكريا الموقف يختلف بقى عن الايه الموقف الواقعي. الواقع دلوقتي احنا في حرب، انما فكريا انت عايز تتكلم وتنتقد يجب انك تكون دارس، مش مجرد دارس بتقول له ايتين او حديث، دارس بعمق، انت عارف تحديدا انت بتتكلم على ايه، مش نتيجة لي حته من هنا وحته من هنا وبعدين بتتكلم في امور زي دي وبتتكلم بلغه عاميه. ما انا من وجهه نظري